السلام عليكم. النهارده هنقول مع بعض ازاي احنا نسوي الطحال. الطحال بتجيبيه بتبقى قطعه كبيره. اعرفي بقى ان انت لما بتسويه ما بتبقاش نفس القطعه، بتقل النص. بتغلي، جيبي حله وتغلي فيها الميه، والميه بتحطي فيها شويه ملح وممكن نقطتين خل صغيرين، وبتنزلي الطحال زي ما هو. الطحال بيفضل في الميه حوالي نص ساعه المغليه. عشان تعرفي اذا كان هو استوى ولا لا، بتجيبي سكينه وبتبتدي تخرمي فيه من فوق. لو نزل دم يبقى هو لسه ما استواش. لو ما نزلش يبقى انت ممكن مثلا تجيبي مقص او سكينه وتقطعيه من النص، وبتشوفي وهو في الميه برضو المسلوقه. شايفه القطعه دي بتبقى لونها بني كده وما بتنزلش، تضغطش عليها كده ما بتنزلش اي دم ولا اي حاجه، يبقى كده ايه، خلاص هو استوى. بتشيليه. وانا قطعته، يعني هو طبعا هي قطعة كبيرة، يعني هي صغرت في قلب المية. بنقطعه كده. هو لسه طبعا دي نعتبر الجزء الاول من التسوية اللي هو السلق. بعد كده في جزء تاني هنشوفه مع بعض. الجزء التاني ان احنا هنحاول ان احنا نقطع الطحال قطع رفيعة جدا. قدامنا طريقتين ان احنا نقطعها، يا اما باستخدام السكين يا اما باستخدام المقص. بصراحة انا بفضل ان انا استخدم المقص، لاني انا بعرف اتحكم فيه كويس وبقطعه فعلا قطع رفيعة جدا. انا هحاول مع حضراتكم ان احنا نقطعه قدامكم دلوقتي عشان نعرف هو بيتقطع ازاي. هنا قدام حضراتكم هبتدي اقص بالمقص الطحال. وزي ما انتوا شايفينه طبعا بقص، يعني بضغط عليه. الحتت دي كلها ما بينزلش منها اي سوائل خالص، بتبقى ناشفه. يعني معنى كده ان هو استوى. عايزه اوريكم القطعه اللي انا قصيتها، هي بتبقى كده بالظبط كده. شايفين سمكها هنا رفيع خالص اهي. عشان كده قلت لكم يعني المقص ده يعني بصراحه بقدر اتحكم فيه وبقص بيه اي حاجه رفيعه، حتى الخضره يعني بقص كده. عارفين بقى لو كنت مسكت السكينه كان زمان بقى ايه، معرفتش اتحكم فيها وبتبقى بطيئه في الاستخدام. انما بصراحه المقص فظيع يعني. اهو شايفين تبقى رفيعه خالص كده. بعد كده بقى هناخد الجزء ده وهنقليه في الزيت ونحط عليه ملح وكمون وفلفل اسمر ونعمله في سندوتشات، وهنشوف هنعمل ايه. دي مقلايه فيها زيت سخن، وهبتدي انزل فيها الطحال. خلي بالكوا يا جماعه علشان ايه بيفرقع. ممكن اوطي النار عليه شويه. تبقوا مخليين بالكم ان هو بيفرقع. كده خلاص انا طلعته من النار وحطيته في الطبق ورشيت عليه ملح وفلفل اسمر وكمون. ما تتصوروش قد ايه هو طعمه حلو ونوع من التغيير. وكمان لازم نحببه ولادنا ياكلوه لان هو طعمه حلو جدا. ممكن نحطه في سندوتشات فينو للاطفال، وممكن كمان ناكله احنا كده. طعمه تحفه. ما تتصوروش ريحته فظيعه جدا. جربوه وان شاء الله نستنى تعليقاتكم معانا. متنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. كل سنه وانتم طيبين. يلا سلام.